السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ اللي بيوحشوني كتير. النهاردة بقى هعمل لكم الليمون السريع المخلل اللي يعني بمكونات بسيطة جدا من البيت. مش هيكلفك كتير، هو بس انت هتجيبي الليمون والفلفل الاخضر ده وتعمليه في البيت، بدل ما المخلل اللي بتجيبيه من بره برضو ما تكونيش ضامناه، ده عاملاه بايديكي ونضيف ومكونات بسيطة جدا. وهتلاقيه بتاكليه كده بيدوب معاكي في البق، عشان انا بحب الليمون اللي بيدوب في البق مش الناشف. وكمان بمكونات بسيطة جدا من البيت. اول حاجة هنا بتغسلي الليمون كويس قوي وتغلي مية. تغليها كده كويس وتحطي فيها الليمون حوالي دقيقتين 3 كده، وتسيبيه في المية ربع ساعة. نفس المية المغلية ده ربع ساعة، او ممكن تحطيه 10 دقايق. مجرد ما الليمون يتفتح معاكي كده بتقفلي عليه وتصفيه من المية على طول، ما تسيبوش بقى في المية المغلية. تمام. هنا بقى طبعا بتغسليه كويس قوي وتحطي له ميه بارده نظيفه. وكل ما تخشي المطبخ تغيري عليه كل ساعه كل ساعتين، يعني مثلا انت جبتيه مثلا الصبح، اقعدي بقى غيري عليه طول اليوم لحد بالليل واعمليه. تمام كده. طبعا انا بعد ما غيرت عليه طول اليوم كده غسلته بقى كويس جدا وشطفته. وبعد كده بكون محضره معايا قرون فلفل مقطعه كده زي ما انتوا شايفين، لو بتحبوه حراق. بدل ما تحطي الشطه، يعني انا اللي عجبني الطريقه دي. لو مش بتحبوه حراق وفي ناس بتحبه هادي، حطي الفلفل سليم زي ما هو من غير ما تسلقيه. انا كنت هقولك افتحيه يعني كده شقيه، بس برضه هيديله حرقيه. تمام. وهنا بتبقي محضره معاكي ميه مغليه وتبرديها كويس قوي. وبعد ما تبرد بتحطي عليها ملح، كل كوبايه ميه بتحطي عليها معلقه ملح كبيره، وتقلبيهم كده كويس. وهنا انا كنت حطيت برضو عليها شويه كمون، الكمون هيديكي طعم ونكهه حلوه قوي. وبعد كده كنت حطيت هنا بقى شويه ميه كده تحت، وحطيت عليهم الفلفل، وهحط عليهم الليمون. وانتي بقى تحطي شويه فلفل وشويه ليمون زي ما تحبي. وزي ما قلتلك كده الفلفل بتحطيه طبعا سليم زي ما هو، لو مش حباه حراق حطيه كده بحاله يعني سليم. ولو حابه الليمون كده يبقى فيه طعم حراق، بدل ما تحطي الشطه حطي الفلفل مقطع كده هيديكي طعم حلو. بس يعني الناس اللي ما بتحبش الشطه بلاش يعني. هو ما كانش حراق قوي يعني، هو اداني كده الطعم الحلو اللي تتقبليه، مش حراق قوي يعني. وممكن تقللي الفلفل، يعني تقطعيه وتقلليه اهو زي ما انتوا شايفين. هعيد معاكم على السريع كده. بتغسلي الليمون وتسلقيه في ميه مغليه من 3 ل5 دقايق، وتسيبيه في الميه المغليه دي ربع ساعه. هو ممكن تقفلي عليه 3 دقايق بالظبط وتسيبيه ربع ساعه. وبعد كده بتغيري عليه الميه من كل ساعه او ساعتين طول اليوم. وبعد كده تشطفي الليمون كويس قوي، وتحضري ميه مغليه وتبرديها، وتحطي عليها الملح والكمون. وتحطيها على الليمون والفلفل كده في برطمان. وقبل ما تقفلي بقى البرطمان تعملي شويه زيت على الوش عشان الليمون ما يعفنش منك. وبتقفليه كده وما تفتحيش عليه قبل اسبوعين، لان انا فتحت عليه قبل كده قبل اسبوعين ما كانش لسه استوى قوي. فانت سيبيه اسبوعين وابدأي بقى كليه وبألف هنا وشفا. وكمان كنت عايزه اقول لكم معلومه، ان يعني تغيير الميه اللي بتغيريه عليها كتير كده بتاع الليمون ده عشان الليمون ما يمررش معاكي. وده كان الليمون السريع اللي تاكليه على السريع كده، بدل العصفر وبدل ما يكون ناشف معاكي. دي حاجة سريعة كده. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت حلو كده. وهنا كنت قدمته بيدوب كده في البق وجميل وبألف هنا وشفا. حاجة نظيفة من البيت انتي عاملاها بإيدك وضمناها، وكمان ما تبقاش حادقة قوي زي بره.